القرآن ان هيومانيزم، الشريعة جعلته خوفا، الناس يخافوا منه ويكرهوه. يقول لك هذا الإسلام هذا ما يساعدنيش. قاعدين يكفروا إما بالخروج عن الإسلام بتاتا، وإما بالدخول في أديان أخرى. كيفاش العمل؟ يلزمنا نخرج من الفصام الديني، لا شيزوفرينية ريليجيوز. كيفاش نخرج منها؟ بالرجوع إلى القرآن وترك الشريعة، لأن القرآن إخاء ومحبة وتعاطف وهدى ورحمة وعدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية موجودة في القرآن. العدل في القرآن يأخذ بقعة عريضة وطويلة. أساس العدل، رب يقول العدل والإحسان، مش العدل برك. العدل هذاك واجب على الناس الكل، والعدل العدالة الاجتماعية. فسدنا الزكاة، أول من فسدها عمر بن الخطاب. خاطر عمر بن الخطاب ما لقيته حتى نص عمل صندوق التضامن الاجتماعي. عمل ايش عمل عمر بن الخطاب؟ عمل ديوان العطاء. أول من عمل ديوان، والديوان هذا ايش عمل فيه؟ فرق العطاء مع بيت المال المسلمين. لشكون يعطي؟ الأسبقية لأهل بدر اللي شاهدوا بدر، ومن بعد كبار الصحابة، ومن بعد هكا ربي قال لك يا عمر. ما قريتش إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ ما قريتش ليس البر أن توجهوا وجوهكم إلى اليمين واليسار، وإنما البر والإحسان؟ كيفاش تحبني نقدس الصحابة؟ كيفاش تحبني نقول اليوم يلزم نطبق الشريعة؟ أنا نقول لكم اليوم إذا كان تحبوا الإسلام يلزمكم تجدوا الفكر الإسلامي. وأنا ايش قاعد نعمل؟ كل الكتب نتاعي كلها تجديد الفكر الإسلامي باش نعوضوا الشريعة بالقرآن.